جديد يسعد صباحكم مستمعينا عبر الموجة 103.5 ومتابعينا على صفحة الفيسبوك بوير عربي. مستمرين معكم بفقرات عطر الصباح لهذا اليوم، ووصلنا لفقرتنا الحوارية. طبعا فقرتنا الحوارية رح يكون الحديث فيها عن القرار الأخير اللي صدر بشأن عمل المولدات، ورح يكون ضيفنا فيها جابرييل شمعون الرئيس المشترك لبلدية الشعب في قامشلو. بدي نوه انه اتصالاتنا مفتوحة مستمعينا الكل عبر ارقامنا المذكورة على الشاشة. استاذ جابرييل، اهلا وسهلا فيك معنا براديو بوير. اهلا فيك بالاخوة المستمعين. كما ذكرت حديثنا راح يكون عن القرار الاخير اللي صدر بشأن المولدات. كما تعلم الإدارة الذاتية صدرت قرار أخير. الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة أصدرت قراراً بخصوص تحديد أسعار الاشتراك الشهري للمولدات الأهلية، وينص القرار تحديد كل ساعة تشغيل بمبلغ 10 ليرات سورية. هل جاء القرار بعد دراسة؟ ويا ريت كمان تطلعنا على آلية تنفيذ القرار. طبعا بدنا نحكي بداية المشكلة. يعني بصراحة أي مشكلة يعني جديدة كنا واقفين أمامها، يعني بحاجة إلى حل. يعني بالفترة الأخيرة يعني أصحابين المولدات كانوا عم يشتكوا، كمان المواطنين كمان كانوا عم يشتكوا. يعني كان في مشكلة إجمالا يعني حساب قيمة الأمبير. يعني بصراحة يعني كان في شكوى المواطنين أنه بعض أصحابين المولدات عم يستغلوا يعني حاجة المواطنين للكهرباء، خصوصا فترة الصيف، يعني فصل الصيف. بيطفوا المولدة، أحيانا بيستحكموا نوعا ما، بيدعوا أنه المولدة معطلة. أحيانا بتكون فعلا معطلة، أحيانا يعني بتكون حجة يعني لإيقاف المولدة. بالمقابل كمان يعني من خلال اجتماعنا مع أصحابين المولدات يعني كانت المشكلة عندهم أنه تكاليف الصيانة صارت مرتفعة جدا، أحيانا واردهم من الأمبيرات ما عم بيغطي، فكانت بصراحة مشكلة. يعني فاضطرينا نعمل اجتماع على مستوى واسع بصراحة. يعني حضروا لجنة بلدية قامشلو وبلدية الحسكة ولجنة البلديات بقامشلو وبالحسكة، مقاطعتي قامشلو والحسكة، هيئة البلديات، اتحاد غرف الصناعة، ممثلين عن اتحاد المولدات، الإدارة العامة للتموين، هيئة الطاقة. الكل حضر الاجتماع بصراحة، وتم النقاش يعني حتى ما توصلنا يعني لنتيجة هي تكون الأفضل. يعني شفناها بتركيب عدادات على المولدة لحساب عدد ساعات التشغيل، وتحديد سعر الساعة على الأمبير واحد ب10 ليرة سوري. فهي كانت نتيجة الاجتماع، يعني لنوصل يعني لحل منصف للطرفين، يعني كمواطنين أو أصحابين المولدات. برأيك أستاذ، هل هذا القرار سيخفف من معاناة الأهالي وتنحل المشكلة القائمة منذ سنوات؟ الحقيقة لأنه المواطن دائما بيدفع عدد ساعات أكثر مما يستهلك. يعني المولدة بتعطي المواطن بيدفع عدد 8 ساعات ويمكن يستهلك بس باليوم 3 ساعات أو 4. برأيك راح يكون هذا حل ناجح؟ طبعا هي أهم نقطة رح يكون يعني هالقرار هو رح يكون حل هي المشكلة بصراحة بشكل أساسي. يعني نحن البلدية من خلال الشكاوي، يعني باعتبار نحن باحتكاك مباشر يعني مع المواطنين وأصحابين المولدات أيضا، دائما الشكاوي تيجينا على البلدية، فلاحظنا دائما في انعدام للعدل. يعني أحيانا في بحي معين يكون المواطنين هن
خسرانين على أي قرار. نحن أحيانا المشكلة نطالع قرار مثلا يكون عام بشكل عام، يعني مثلا كنا نحدد سعر الأمبير مثلا ب 1500 1500 على أساس أنه 8 ساعات، ولكن تيجي الكهرباء أحيانا أصحاب المولدات ما بيشغلها عمليا، يعني ما بيشغلها 4-5 ساعات باليوم، فالمواطن بينجبر بيدفع كامل المبلغ يعني. نعم. ما كان في شيء بيحسب عدد ساعات تشغيل. بالمقابل كنا نطالع قرار وأصحابين بعض المولدات مثلا بأحياء معينة مثلا كان بيضطروا بيشغلوا المولد فعلا يتقيدوا بالعدد الكامل للساعات، تمام، فكان يحسوا بنوع من الظلم، كان يشكل ضغط على المولدة، يعني ما كان عم تيجي الكهرباء مثلا ما بيطفي. يعني هالأمور إجمالا يعني كانت مشكلة بصراحة. يعني أي قرار كنا نطالعه كان قرار عام، فكان يجي لصالح البعض ومجحف بصالح البعض الآخر يعني. فشفنا هذا هو الحل المناسب بصراحة، حتى يكون فيه نوع من العدل. يعني صاحب المولدة هلا إذا شغل مثلا 8 ساعات بياخد على أساس 8 ساعات، شغل 9 بياخد على أساس 9، شغل 5 بياخد على أساس ال5 ساعات، تمام. فهذا العداد بيحتسب عدد الساعات بالشهر قد اشتغلت المولدة، وعلى أساسها بيدفع المواطن الساعات اللي حصل فيها على الكهرباء من المولدة. نعم. أيمتى راح يتم تطبيق هذا القرار؟ هذا القرار طبعا نحن فيه أعطينا مجال يعني بين ما يصير تركيب العدادات هدول على المولدات. هلا طلبنا من كافة المولدات يركبوا هالعدادات. راح يتم التطبيق ب1/8. لازم كل المولدات يكون في عليها عدادات لاحتساب عدد ساعات التشغيل. إجمالا القرار ساري من 1/8 تنفيذه راح يكون. نعم. أستاذ، نص القرار هل سيطبق في مدينتي الحسكة وقامشلو؟ طبعا ما. هل سيشمل الريف أيضا؟ نعم طبعا نحن القرار أخذناه شامل راح يكون باعتبار كل المقاطعتين كانوا حاضرين، وهيئة البلديات هيئة الطاقة، يعني كان بصراحة يعني راح يكون قرار شامل يعني على كامل المنطقة، على مقاطعة قامشلو ومقاطعة الحسكة بكاملها يعني حتى ديريك. وهو يعني قرار يعني شفناه جيد يعني بيلائم يعني حتى الريف كمان أو المدينة. هل سيطبق في الأرياف أيضا؟ كيف سيتم إلزام أصحاب المولدات بالآلية الجديدة؟ في ساعات العدادات جاهزة هن، تكلفتهم قليلة يعني بصراحة. طبعا تقع على عاتق أصحاب المولدة هو الملزم بتركيب العداد، قيمته بحدود 15 ل20 ألف، ما هي قيمة كبيرة. طبعا هذا راح يكون عداد واحد مركب على المولدة أو ممكن يكون بالكومين. الاحتساب هي ساعات تشغيل المولدة، يعني ما أنه بالضرورة كل بيت يحط عداد أو شيء، لا، هي عداد واحد راح ينحط، أو ممكن إذا صدف يعني صار مشاكل ممكن نحط عدادين يعني. العداد راح يكون عند صاحب المولدة، عند صاحب المولدة أو عند الكومين. نعم. يعني حسب ما يتم الاتفاق. في حال حدوث أعطال في المولدة، هل سيتم احتساب الساعات اليومية المخصصة للأهالي؟ يعني العطل من حصة مين راح تروح؟ هلا بصراحة هاي الموضوع يعني شوي ما تطرقنا له كثير. هلا نحن مبدئيا قلنا نحتسب عدد ساعات التشغيل يعني. هلا حاليا طبعا اي قرار ممكن يكون له جوانب لربما تكون سلبية، وهي نحن من خلال التطبيق يعني خلال شهر، بعد شهر من التطبيق ممكن نجتمع مرة تانية نشوف إذا في إشكاليات معينة واجهتنا مثلا بالتطبيق ممكن نناقشها. هي يعني واحدة من النقاط اللي خليناها مثلا لنشوف شو ممكن يصير. نحن هلا بشكل مبدئي لا ما حطينا هالشيء هذا، لأنه رح نرجع لموضوع أنه ممكن للأسف يعني بعض أصحابين المولدات بيدعوا أحيانا أنه المولدة معطلة. يعني نحن عمليا يعني الشعب بيدفع على عدد الساعات اللي عم تيجيه
نعم. تمام. يعني إذا مولدة تعطلت 15-20 يوم مثلا، فأكيد مو منصف، يعني مو من حق صاحب المولدة ياخذ حق الأمبيرات وهو ما أعطى كهرباء للمواطنين. يعني الحقيقة هالظرف قائم منذ سنوات. يعني كنتم قد حددتم مدة زمنية لأصحاب المولدات لتصليح الأعطال خلال 6 أيام، ولكن بحسب متابعتنا هناك تجاوزات يومية بشأن هذا القرار، حيث يطول العطل لأسابيع وأحيانا لأشهر. ماذا تقولون بشأن هذا الموضوع؟ طبعا هذا صحيح. يعني نحن كنا بالقرارات السابقة يعني عاطين المجال انه 6 ايام لاصلاح المولدة. احيانا كان بيستغل اصحابين المولدات، واحيانا فعلا يعني كان بيقعوا، يعني بيكون العطل كبير. يعني احيانا ما بتكون القطع متوفرة، قطع الغيار ما بتكون متوفرة، فكنا نفوت باشكاليات بصراحة شوي معقدة. اجمالا كنا نترك الامر للكومين ولجنة قسم المولدات بالبلدية ليحلوا هالامور هاي. كان عم تصير يعني بعض التجاوزات صراحة. كنا نتأكد نحن في غالب الأحيان هل هو أنه فعلا مبرر يعني التأخر بالتصليح، أو هو مثلا تجاوز من صاحب أو إهمال من صاحب المولدة يعني. فكنا على أساسا ناخذ القرار المناسب. هلا إجمالا هي ممكن يعني تحل هي المشكلة. أنا برأيي ممكن تحل هي المشكلة، لأنه هلا صاحب المولدة مثلا خلص بيصير هو مجبر لمصلحته أنه يتم الإصلاح بأسرع وقت حتى يرجع يركب المولدة ويشغلها. يعني ما يصير عنده حجة أو سبب مثلا لا يهمل الإصلاح أو يتركه فترة طويلة يعني. أستاذ، هل آلية الرقابة، يعني هل في آلية رقابة على ذلك، على القرار، على تطبيق القرار، كيف ستكون من قبلكم؟ أكيد نحن بكل الأحوال في عنا قسم خاص بالمولدات بالبلدية، مهمته المراقبة بالمساعدة مع الضابطة، طبعا مساعدة بشكل أساسي الكومينات الموجودة بالأحياء. يعني نحن ناخد شكاوي من الكومين نفسه. يعني المواطنين إذا اشتكوا بيشتكوا أول شيء عند الكومين، ممكن الكومين يخاطبنا، فعلى أساس عم يصير الحلول. فنحن رح نتابع، يعني ملزمين بمتابعة تطبيق القرار أكيد. هل في مخالفات على المخالفين للقرار، على أصحاب المولدات أو الأهالي؟ طبعا هلا من ناحية الأهالي ما راح يكون في مخالفات يعني، ولكن إنما الموضوع هو المخالفة راح تكون على صاحب المولدة إذا ما تقيد بالقرار. هي يعني أساسا في عنا عقوبات تماما يعني. شو هي رح تكون العقوبات؟ مادية؟ يعني هي بأغلبها مادية. هناك حديث حول مشروع ستقوم به البلدية بوضع مولدات ضمن الأحياء. هل بدأتم بتنفيذ المشروع؟ بصراحة لا، تم النقاش عدة مرات يعني بهالمشروع هذا، وإنما هو مشروع بصراحة كبير ضخم يعني بحاجة إلى دراسات كبيرة. يعني نقدر نقول هلا باختصار بصراحة ما هو وارد يعني على الأقل بالمستقبل القريب، يعني ما هو وارد هذا الشيء، وإنما ممكن لاحقا يعني يصير دراسات معينة وتتخصص ميزانيات معينة، وإنما بالمستقبل القريب لا، ما في هيك شيء. ما في أي أمل إنه يكون في مولدات عامة بدل الخاصة؟ ما نقطع نحن الأمل بصراحة، وإنما في مشروع نحن في بعض المشاريع دائما تندرس بتأني يعني بصراحة. مشاريع ضخمة هي ما ممكن الواحد يستعجل فيها بإخراج القرار. يعني في حسابات كثيرة يعني عم تم دراسة معمقة وواسعة. لحد الآن لسه ما اكتمل المشروع فينا نقول. نعم. كلمة أخيرة في نهاية لقائنا لكم. الرجاء يعني هو طبعا شكرا لكم على اللقاء، بس أنا الكلمة يعني بدي أوجهها يعني لبعض أصحابين المولدات، أنه
ويتقيدوا بالقرارات. يعني نحن أحيانا وقت نجتمع كمؤسسات، يعني عم نجتمع نحط بالحسبان المواطن، وكمان صاحب المولدة هو كمان جزء من هالمواطنين وجزء من هذا الشعب. يعني نحن أي قرار عم ناخده نحط بالحسبان المواطنين، ومن ضمن أصحابين المولدات. يعني كتير من أصحابين المولدات للوهلة الأولى شافوا أنه في إجحاف بالقرار، ما عم نشوف، لا بالعكس. يعني هلا صار الأمبير يعني المولدة إذا شغلت تقيد بعدد ساعات التشغيل مثلا ب8 ساعات يوميا، رح يحصل على 2400 ليرة سوري على الأمبير الواحد. وهو هذا الرقم هو أصحابين المولدات بالمجمل رضيانين عليه، وإنما يضل السؤال هل هن عم يتقيدوا بعدد هالساعات التشغيل أم لا. فنتمنى منهم أنه هن كمان معلش الإنسان ياخد حقه ويعطي حق الشعب كمان. الأستاذ جابرييل شمعون، الرئيس المشترك لبلدية الشعب في قامشلو، كنت معنا ضيفا عزيزا لهذا اليوم، شكرا لحضوركم. شكرا لك. مستمعينا، وصلنا لنهاية فقرتنا الحوارية لهذا اليوم، والتي تحدثنا فيها عن القرار الأخير بخصوص عمل المولدات، والتي كان ضيفنا فيها السيد جابرييل شمعون، الرئيس المشترك لبلدية الشعب في قامشلو. بعد موجز الأخبار باللغة العربية نعود ونواصل فقرات عطر الصباح.